صلي على النبي. مبدئيا كده انا عايز اعرف ايه ده. ولع يا راح ولع يا راح صار يا صار تخش نار عقباوي التحامي الدنيا دايره بالاسامي مش باهين 20000 820 ايه بس كده. اللهم صل على النبي يا جدعان، اللهم صل على النبي، الله اكبر يا جدعان، بالله عليكم يا جدعان كمل 900000. مظبوط. اللي كنت بلبهولك ده ولا ايه ولا حطيت قدام معاها؟ اه يا حبيبتي يا مها، اللب اللي كنت بلبهولك انت كنت بتلبيني انا؟ حاجه صحيح بجد؟ زيت كنت بعمل. المفروض ان الناس دي مسلمين، او المفروض ان الناس دي ناس اللي هما بشر وبيحسوا عندهم دم وكل الكلام ده. وفي الاسلام عندنا في حديث ولو كان ضعيف بيقول من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. وفي حديث تاني صحيح سيدك النبي بيقول فيه مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فيما معناه إن لو في مسلم واحد عنده مشكلة، عنده حزن، عنده كرب، عنده أي حاجة، باقي المسلمين اللي حواليه مش متضايقين من ده، على الأقل بيبقوا مسلمين اسما بس كده في البطاقة. يا جدع دي الفيديوهات بتاعت القطط والكلاب اللي مش لاقيين ياكلوا واللي تحت الأنقاض بتوجع القلب، ما بالك بالفيديوهات بتاعت الأطفال والستات والرجالة والشيوخ اللي ميتين واللي محشورين تحت الأنقاض. رجالة بتعيط وقلبهم محروق على عيالهم اللي بيموتوا قدامهم وهما مش عارفين يعملوا لهم حاجة. أم بتعيط على أولادها عشان ماتوا من غير ما ياكلوا، كأنهم ناموا مثلا من غير ما ياكلوا، مش ماتوا، من كتر الوجع والحزن مش مستوعبة اللي حاصل فيها. وفي الناحية التانية عندنا الناس بتوع التيك توك وبتوع الهلس، غنى ورقص بيحصل في اللايفات. والعيب مش عليهم هم بس كمان لوحدهم، العيب على أشباه اللي موجودة عندهم فوق دي، الناس اللي بتشوفهم وتكبس لهم وتدعمهم. أناس إذا ضربت النعال وجوههم صرخت النعال بأي حق أضربه. دورك أنت كبني آدم سوي عنده دم إن أنت تقاطع الناس دي حتى لو واحد منهم صاحبك. الناس دي طالما تخلفوا عن الأمر ده ومش هاممهم الموضوع وعايشين حياتهم في غنى ورقص عادي جدا، العقاب الوحيد الملائم ليهم إن هم يبقوا لوحدهم. وفي الاخر احب انصحك نصيحة، كل شوية خش على فيديوهات الامهات اللي بتصرخ والرجالة اللي بتعيط والاطفال اللي بتموت عشان يفضل قلبك دايما من جوه موجوع، وما تدعيش الدعاء اللي يخليك من جوه مرتاح وتحس ان انت عملت اللي عليك. لان لو الدعاء بيخليك تحس ان انت كده خلاص عملت اللي عليك ومفيش في ايدك حاجة تانية تعملها، ما تدعي لهمش احسن. ربنا يسترها على اخواتنا هناك ويصبر قلوبهم ويهيئ لنا الاسباب والظروف اللي تخلينا نروح نقف جنبهم ونساعدهم وننصرهم بإذن الله. سلام.